أنا الرفيق رشو كوباني. اسمي عمار حمود مصطفى، ساكن حي غويران، ساكن مع أهلي. إحنا 4 شباب، عائلة مكونة من 4 شباب و4 بنات. عائلة يعني متوسط الوضع، متعايشين يعني. أبي كان مريض سرطان، عايشين مثل باقي هالناس. درست للصف السابع. أبي مريض سرطان وما عندنا حدا يشتغل إنه مشان جرعات ودواء وغيره. صارت المشاكل يعني إجباري بدي أطلع من المدرسة. يعني لسه أبي كان بدي يقول ضل بالمدرسة، بس أنا قلت لا، بدي أطلع أشتغل. بدنا نأمن لك حق الدواء، أنت كمان أبونا وتعبت علينا وربيتنا كمان، إحنا بدنا نطلع نشتغل. هون يقول أنا الله يدبرني، أنتوا خليكن بالمدرسة. أنا سحبت حالي من المدرسة، صرت أشتغل عامل نجار باطون مشان أمن حق الجرعات وحق المستشفيات وهيك يعني. عايشين حالتنا فقيرة مثل هالشعب، يعني مثل باقي الشعب، بس إنه كان عنا مريض واضطريت أطلع برات المدرسة. احنا نزحنا من منطقتنا، صار فيها مشاكل كتير. نزحنا على الصالحية. كل سكانها كراد، وأبي يعرف لأن أبي كان سابقا فلاح بالدرباسية وعامودة وتل طويل. كان في عمامه هون بالصالحية كمان. نزحنا سكننا بنص الأكراد يعني. وأبي كان قدر إمكانه يعلمنا اللغة الكردية. في ولاد عمتي هنيك كانوا مع وحدات حماية الشعب. يعني هون بسبب الأحداث ما ضل شغل ولا ضل شيء ولا يعني. وصار داعش إنه يأذي العالم، يعني يقصوا الناس. يعني احنا طلعنا من بيتنا، عدنا مريض يعني من بيتنا سووا الحرب هاي، واحنا بدنا ندافع عن شعبنا. مشان هيك قلت انا والدي انا راح انضم الى الرفقات، لانه انت تعرف الرفاق كويس. يعني الكردي بس يكون يأمن الشخص ويحبه يعتبره أعز من أخوه. قال يا ابني توكل على الله. انضم مع الرفاق، وفي أولاد عمتي معي كمان بالطابور. جيت التحقت معهم بالطابور اللي هن فيه. شفت إنه الرفاق روح رفاقية، كنا ماخذين غير نظرات عنهم. يعني بسبب داعش سوى مجازر، قلت أنا كمان بدي أدافع. همين يعني أساعد أبي. الرفاق أكيد ما راح ينسونا. همين أساعد أبي مريض سرطان، وهمين أوقف مع شعبي واحمي عائلتي واحمي شعبي من داعش تنظيمات هاي. جو ولاد عمتي، يجي طابور قوميتان يقولون. صرت أنا يعني شافني حباني، أنا قلت له أنا جاهز معك وسمعنا عنكم أنكم كويسين وحاب أنضم لكم. ونقول أهلا وسهلا فيك. طبعا حكى مع أبي كمان بالكردي، وفي ولاد عمتي كلهم سكان صالحية يحكوا معه. أيوه أخذني ورحنا، صرنا أسسنا الطابور. سوينا دورة 15 يوم أنه هيك ترمي بسلاح وهيك أخلاق الرفاق، وهذا الشيء ممنوع. الرفيقات الرفاق يعني أغلاط هاي. يمكن كنت عايش بغير حياة، راح تصير عايش بغير حياة تاني. قلت له كيف يعني؟ يقول للرفيقات هيك والحزب هيك، يعني كل شيء له حده. انت كنت عايش بحياة، راح تصير عايش بحياة تاني. راح تمشي معنا، انت بس تتفرج شوف كيف الروح الرفاقية وكيف الرفيقات وكيف يعني وحدات حماية الشعب. وما كذبنا خبر، مشيت معه. أسسنا الطابور طبعا بعد الدورة 15 يوم، وعلموني انه هيك يعني اختلفت عندنا الحياة، انه كيف كنا وكيف صرنا. انه كنا عايشين بمنطقة وصرنا هون هلا عايشين بالسكرات. احترام وتقدير، يعني كل شيء له حدوده. فبقى هون انا حبيت هالطابور
وضليت فيه. ابن عمتي وقت خبرني انه راح تشوف حياة غير الحياة اللي كنتوا عايشين فيها، قال راح تشوفه بعينك. وبالفعل أسسنا الطابور وصار الطابور، يعني في ناس يزيدية، في كان مسيحية معنا، في إحنا كنا عرب، في أكراد. يعني بالفعل كيف هالطابور هاد، يعني رفيقات موجود، بنات يبجة، رفيقات مسيحية يزيدية عرب، يعني الكل واقف ايد واحدة، ويختلف 4 5 أديان موجودة، مسيح يزيدية آشورية، كله موجود بنفس المكان، كل واحد له احترامه. أول دوام إلي بعد الدورة جيت زرت والدي ورديت رجعت على الطابور، داومت شهرين، كان دوامي 10 ب10، داومت شهرين. يقول لي انزل، قلت لا أنا ما أنزل. بصراحة حبيت الشباب وأسلوبهم، ويعني ما يفرقون لا بين عربي لا بين كردي لا بين يزيدي لا أرمني لا آشوري، كل واحد، يعني كله التعامل واحد. ما في يعني كنا نعتبر أخوة، ما في إنه هذا فوق، كنا واحد، كنا اسمنا رفيق، يعني ما في، كنا محترمين بعض. يعني حبيت هالحركة هاي، إنه الرفاق كنا مع بعض، وكل احترام وكل تقدير. أنا تميت شهرين مداوم. أثناء إجازاتي أنه أحكي إنه هيك عم يصير عنا بالطوابير وبالطابور تبعنا، إنه في هيك، إنه أنتم ماخذين الفكرة غلط، إنه في عنا طابورنا غير، إنه ماخذين فكرة سيئة عن وحدات حماية الشعب. بالعكس، وحدات حماية الشعب هي عم تحمي الشعب وما عم تقصر مع حدا، وكلها سواسية، ما في فرق بين عربي وكردي ويزيدي مسيحي، كلنا واحد. أتمنى الكل يلتحق بهاي القوة، يعني الكل بده يشارك، وصاحب كل ما أنزل إجازة يروحون معنا 4 5 رفاق ويشوفون الوضع هيك. يعني من قد ما حبيت المكان اللي كنت فيه أنا وهالطابور ووحدات حماية الشعب، ونروح زيارات على رفقاتنا، ورفقاتنا يجون زيارات لعنا من طابور لطابور، يعني ما في فرق أبداً. يعني الرفيقة وقت واقفة معك بالجبهة، يعني الرفيقات واقفة كمان احنا بدنا نوقف يعني. وبالفعل يعني الكل يجي عم ينضم، وانضمت كل الشباب راسها حامي مع وحدات حماية الشعب. يعني يشوفون الرفيقات انه مش شجعة، انه شجاعة. يعني يعني القوة هاي مستعد نكمل بيها طول حياتنا. تعلمت والله انه احنا كنا اخوان. يعني هلا صار فرق كثير، يعني وقت تعلمون انه كيف احنا متعايشين مع بعض، عرب مسيح ارمن اشور يزيدي، كلها واقفه يعني ضد الظلم. اول عالم ماخذه فكره انه خلص ما عايشه على شيء انه عبوديه. احنا ما نقبل الذل هذا. وقت شفت هيك بالفعل تغيرت الحياه، يعني انه كنا سواسيه وما حد ينكر هالشيء هذا. كنا رفاق، اي واحد من الرفاق خلص نادي رفيق، كله احترام وتقدير. ما شفت واحد يغلط على الثاني او هيك او هيك، يعني ما في حدا انه ياخذ امر من راسه يسوي شيء الا باحترام وتقدير. وهذا الشيء من قد ما حبيت القوة هاي، انا ضليت مدري كم سنة بهالطابور هذا. شفت يعني كل الطوابير كويسة، بس هون الطابور يعني أحسه يختلف عن كل الطوابير. يعني بالفعل طابور الشهيد هارون كان قميتاننا الشهيد شاهو. بالحكي هذا أنا داومت شهرين ونزلت بنزلتي، طبعا قالوا الوالد مرضان ونزلت. جو العالم تسلم علينا، ايش وضعك؟ عسكري. قلت ايه عسكري مع وحدات حماية الشعب، يعني مع اليبكة. احكي نعم، نحكي لهم، وكمان جبنا كم رفيق معنا.
يعني الشباب بدأت تتطوع، يعني حبوا هالفكرة هي. فبقى وقت مرض أبي ضليت قلت بعزمكم يا شباب، أنا بدي أقعد فترة بالبيت، والدي تعبان. ويقول تمام، خذ إجازة، خذ اللي بدك إياه، إحنا حبيناك، احترامك وتقديرك إنه وإنت، إحنا محترمين بعض وحبيناك، ما راح نعيفك. قلت والله أنا أبي هيك هيك. أخذت فترة، ما بفترة شهرين صار في جبهات، استشهد قوميتاننا، كان يعطينا دروس وكان يعلمنا الروح الرفاقية، وكان يعلمنا إنه ما نرضى بالذل ولا بالعبودية. يعني أنا هون ما هان علي إنه هذا الشهو يستشهد، بنات يبجي واقفات، احنا خلص أنا هون هذا الشهو استشهد، ما عهد رجال إني ما خالص حتى الدوام بالطابور ما أداوم إلا على الجبهات، إلا على الجبهات. والهاليوم هذا وهاي الرفاق كلها تعرف. ومن بعدها مشينا الحملات، كل حملة أنا طالب ما يوم ثبتت نقطة، كله صادرية ماشي أنا. أي نعم، يعني احنا وقت صارت الحملة، الإنسان كان يعطينا دروس وكان يعلمنا إنه ما نرضى بالعبودية، استشهد. لازم مين يوقف؟ الشباب اللي أخذت دروس صارت ما شاء الله كلها عين الله عليها وعم تعطي دروس، وبالفعل صرنا حرية. يعني احنا من عشاق الحرية، أنا عاشق حرية، يعني ما أقبل حدا إنه يحكمنا لو كلف الأمر حياتي. يعني الرفيقات نطلع على الجبهات، صرنا نطلع على الجبهات ونتقدم باسم الروح الرفاقية. وطبعا الرفيقات تشوف الرفيقات يمشوا كمان احنا نمشي، يعني ما في اليوم صوب لنا شباب مثل الورود وقدمنا دم، بس يعني ما عفنا رفيق ورانا. والله يعني الله هو اللي ينصر الحق. لو المنا على حق انه نحن ما بدنا شيء من حدا، بدنا انه ما نعيش ذل العبودية. الله هو ينصر الحق ونصرنا عليهم. يعني هلا اللي يسألني ليش اخذتوها وما ادري شو، اخذتوا المناطق هاي، الله مع الحق. خلص ما دام انت على الحق، الله مع الحق، واحنا الله نصرنا عليهم. احيانا يعني يصير عندنا مصابين، كل مين يقول انا اروح اجيب الرفيقات يقول لا احنا، كل مين يعني نتكون بين بعض انه مين يجيب الرفيق المصاب. صار فخر بنفسي انه يعني اليوم يتصاوب، عم نتكون بين بعض، كل مين يقول انا اغطي، انا اجي اغطي له، انا اروح اجيبه، كل يعني نتكون بين بعضنا انه بدنا نسحب الرفيق المصاب بيناتنا. ومثل ما قلنا يعني الله على الحق، الله هو ينصر الحق، الله نصرنا عليهم. فتنا بالجبهات بعد ما استشهد هذا الشهو، صرنا نتقدم. يعني ما اقبل حتى النقاط تثبيت، ما في ايمت ما يصير صادرية انا اسمي لازم اسمي اول اسم. طبعا مو بس انا من عشاق الحرية، كل الشباب اللي كانوا معنا من مسيح وارمن وعرب وكراد، كلهم كانوا عشاق الحرية، كلهم بدوا يمشوا. كنا اشتباكات صارت عنيفة وما عرفنا نقاطنا، استشهدنا رفاق وما انسحبنا من نقاطنا، عم نتقدم لأن الله ينصر الحق. تقدمنا وأخذنا صعوبات، يعني تحاصرنا أكثر من كتير تحاصرنا. يعني ما في مكان فت عليه الصادرية ما تحاصرت به، يعني كتير مناطق تحاصرنا فيها، ولكن بسبب الروح الرفاقية ما أعطينا حالنا. يعني أنا وقت هيك أخي هو الساند ظهري وأنا ساند ظهري بأخي. والله في من الأهالي كتير، في ناس ما فتنا على هالقرية هاي تقدمنا عليها، العالم تركض علينا تبوسنا على راسنا.
العدوى داعش مثل السرطان. شلون يعني؟ تفخيخ. انت اليوم انا صرت عدوك، تمام؟ طيب الشعب انت عم تفخخ، يجوا اطفال. لا يعني وين الانسانيه؟ تجي اطفال، تجي حريم مدنيه بدها ترجع على بيوتها، انت ليش تفخخ؟ تفخيخ. ليش على التفخيخ هذا عم تفخخ بيت او تفخخ خزان مي او بالشوارع؟ يعني ياما ماتت اطفال بسبب التفخيخ. هذا كله ظلم. نحن يعني بعد ما خلصنا اول حمله صار دورنا بالاجازات بالاستراحات. بهالحكيات كل ما ننزل اجازات في رفاق شباب كثير بدها تمشي مع الحركه، لان الحركه هاي ماشيه صح، وحدات حمايه الشعب ماشيه صح. الناس عم تجي تصير مع وحدات، يعني مو بس شباب، كمان بنات من عرب ومسيح اكراد، يعني كل البنات عم توقف على الجبهات. نزلنا على الاستراحه، اجت طوابير ثانيه وقفت بدالنا لبين ما اخذنا استراحتنا. وكمان يعني والنعم من كل الطوابير كلها كانت توقف ايد واحده اثناء الاستراحات باجازتي. تعرفوا انتم العالم تجي تسلم الحمد لله على السلامه، نحكي عن انه هيك هيك عم يصير وحدات حمايه الشعب، انه ما في ظلم، ما في يعني ما في الا الصح. يعني في ناس ما نلتحق كل التحاق الا في شباب تمشي معنا. هيك صرنا نفتح طوابير، في ناس عم تنتسب كثير، صرنا نسوي دورات. يعني كل واحد منا احنا القديمين صار يعطي دورة لطابور، وكبرت هالقوة هاي وصار دروس، يعني ناخذ دروس عن الأخلاق. حتى فلان يعني تاخذ أنت الإنسان لازم من الله خلقه هو يتعلم الأخلاق. كمان احنا يعطونا دروس مشان الأخلاق وغيرها، يعني دروس كثير عن الاحترام وعن التقدير وعن الروح الرفاقية وعن كل شيء. يعني ما نزلت إجازة إلا أنا مبسوط. طبعا أنا وأهلي مبسوطين، يعني ما في رفيق زعجني لما كنا ماشيين صح. فتنا على حملة الشدادي عام 2016 بذاك التاريخ. فتنا على منطقة الشدادي، في ناس عم تنتظرنا هنيك، من ناس مدنية عم تنتظرنا تنضم إلينا لنواصلهم الصورة صح. في ناس عم تتواصل مع أهلها بالحسكة، يعني هاي كلها مناطق مثل ما تقول الناس تعرف بعضها. كيف القوة اللي عندكم وحدات حماية الشعب؟ عم يقولوا الجماعة كويسين، ما عم يظلموا أحد وأبداً، وما لهم شغل بأحد. هدفهم داعش اللي ظلم الناس وعم يفجر وعم يقتل الناس ويقص رؤوس الناس. في ناس عم تنتظرنا لحتى تنتسب لنا، بس لا تشوف منا. أول ما فتنا الشدادي يعني العالم المدنية تهلي وترحب بينا، يعني أكثر يعني بشيء يعني ما كنا نتوقع إنه العالم هاي إنه راح تتلقانا بهالطريقة هاي. في ناس جابت خواريف وقامت تذبح، في ناس عم تجيب لنا الأكل، في ناس احنا الحمد لله ما كنا بحاجة، يعني الرفاق ما قصروا، بس الناس من فرحتها تذبح قدامنا ذبايح وعم يطشوا رز. بما إنه احنا أول طابور فتنا على الشدادي وهيك، يشوف الناس فرحت. في ناس تقول خلاص خلصنا من الظلم يا ناس. يعني القوة هاي اللي جت وحدات حماية الشعب، في رفيقات اللي يبجي عم اجوا معهم يعني شايلين سلاح. يعني الناس مستغربة انه كيف رفيقة بنت شايلة حاملة سلاح وتمشي مع الشباب وعم تحارب مثل اي شاب. احنا طوقناها من كم محور هي الشدادي. كان في مفخخات كثير علينا، مفخخات وانتحاريين كمان. بس يعني بسبب هذا يجي الصهريج مفخخ عم يشيل الأطفال المدنية، عم يضر ناس ما لها شغل. هن قصدهم انه يدمروا الشعب. انت عم تقول جاي تدور اسلام، اي ما انا مسلم، انا مسلم. انت عم تذبح، اول ما عم تذبح المسلم انت جاي تدور اسلام بنص الاسلام؟ كيف؟ تحاصرنا كثير بالمنطقة هاي عند الشدادي، عند القوس فجرت علينا السيارة مصفح انتحاري. والحمد لله هذيك الساعة كان في طيارة صغيرة هاي تصوير، وشفنا انه مفخخة انتحاري جاي لعنا. اخذنا حذرنا قبل
ما تصلى عنا. بعد ما خلصنا حملة الشدادي صار في عنا استراحة، في غير رفاقي يبدلون المكانات اللي احنا فيها. جينا استراحتنا، خلصنا الاستراحة قالوا في التحاق، التحقنا وقالوا والله في عنا الحملة هاي راح تكون مفاجأة. شو هي؟ ونقول والله حملة الرقة ماشي باتجاه الرقة. طبعا في مسافة بين الشدادي والرقة، في مناطق كتير. مشينا الحملة هاي، يعني طبعا انضمت القوات، شباب كتير جت انضمت، أخذت دروس، تعلمت كيف تحارب، أخذت دورات كيف تتعامل مع العدو، كيف تتعامل مع الرفاق بين بعضهم، ايش يصير ما يصير عنا. يعني نسوي تكميلات كل يوم، كل يوم عنا تكميلة مسائية. مشينا حملة الرقة، يعني كل ما نوصل منطقة، طبعا قبل ما نوصل الرقة كل ما نوصل المنطقة المدنية الأهالي عم تقول في ظلم كتير. نتمنى منكم تستعجلوا من هالمرض هذا داعش، نتمنى منكم تخلصونا منه بأسرع وقت. يعني احنا هون بالسالفة هاي عم نتشجع أكثر، يعني إنه نخلص أهلنا، وعم نشوف على أرض الواقع الله عم ينصرنا. يعني داعش، مخلفات داعش مسوين تفجيرات، حاطين يعني ألغام، يقصوا راس الشباب. يعني يقول الله غفار رحيم. أنت يعني اليوم كامش السيف وتقص راس، هاي الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان. أنت مين تقص؟ يعني هيك الظلم ما يدوم. هاي مشان الكل يسمع، الظلم ما يدوم. يعني المدنية عم تقول إنه في ناس مظلومة بالرقة لسه، بس تقدموا وشوفوا، نتمنى منكم تخلصونا من هالوباء هذا. كان في صعوبات كتير، يعني في رفاق تصاوبت معنا كتير، في رفيقات كمان تصاوبوا معنا، والحمد لله يعني مشينا الحملة بكل إرادة وبكل عزم. بس لما شفنا هيك الرقة كلها ملقمة، إنه عبوات ناس فيه، يعني أنتوا لهالدرجة ما تخافوا الله؟ يعني هذا يعتبر بحد ذاته ظلم. وبلشنا نتقدم الا ما وصلنا الرقة، يعني بلشنا نحاصرهم من كل الاتجاهات. الله قوانا عليهم، لانه قالوا بالفعل انه الظلم ما يدوم، وما دام الظلم ما دام. كان يعني تحاصرنا كثير، يعني احنا تحاصرنا بالرقة بمنطقة اسمها المنصورة. تحاصرنا انا وشي 8 شباب معي، جروبنا كامل تحاصرنا شي 4 ايام. يعني الرفاق ما قصروا، الرفاق يعني مؤازرات عم تيجي، بس من صعوبة الاشتباك والحصار الصاير علينا من ناحية قنص وألغام، يعني ما نقدر نحرك. إذا شيء مو مخصصاتنا ما نقدر نحرك، إذا مو سلاحنا نحن نستخدمه ما نقدر نحرك. كل شيء ملغم، أي شيء يعني احتمال تفك باب بيت يفجر عليك، تشيل غنينة مي تكون عطشان تفجر عليك. ضلينا 4 أيام محاصرين، والحمد لله اجوا الرفاق يعني وخلصونا يعني من هالحصار ورجعونا على الاستراحة. شي 3-4 أيام أنا والرفاق اللي معي، الحمد لله ما تصاوب معنا غير رفيق واحد، إصابته ما كانت خطيرة الحمد لله. كان معنا عدات أولية، ضمدنا له الجرح بس جدان انضمد على السريع. طبعا سعفوا الرفيق هذا، خذوه. احنا استرحنا 3 أيام، وكمان قلنا إجازات، قلنا لا ما بدنا إجازات، بدنا نكمل مع رفاقنا اللي نخلص مشان ننزل ناخذ إجازاتنا. كانت صعوبات قوية بالنسبة للرقة، صعوبات يعني ما كنا نتوقع هالشيء. بالفعل وقت قالوا لنا الشعب قبل ما نصل للرقة، الشعب قالوا لنا انه تنظيم داعش هيك عم يسوي قصاص ويحرقوا ناس وتفجيرات يعني
كله ظلم بظلم، ومثل ما قلنا سابقا الله على الظالم والله هو ينصر الحق. خلصنا احنا من الرقة، كمان اخذنا استراحة، يعني ما في استراحة 20 يوم. قال في حملة دير الزور، حملة دير الزور، بس قال هاي حملة دير الزور على أصعب. فتنا على دير الزور، يعني في ناس شعب الرقة كله انضم معنا فورا. يعني الشعب شاف انه احترام وتقدير، ما في عبودية ما في ظلم، فورا كله انضم معنا من شباب وبنات، كله انضموا ومشت حملة دير الزور. طبعا احنا القديمين كنا بالصادريات، يعني الأول شيء لأنه صرنا كيف نتعامل مع العدو، ما نقرب على شغلات مو لأننا، يعني أخذنا دروس عنا وعلى أرض الواقع أخذنا دروس. وصلنا إلى منطقة الباغوز وهجين والبحرة، كمان تحاصرنا كم حصار، والحمد لله يعني الرفاق كمان ما كان يعني خلص من بنرفع القبضة، قلت تحاصرنا صار علينا اشتباك. الرفاق كلها كل مين يقول أنا بدي أفوت أخلص رفقاتي اللي قدامي من رفيقات ومن شباب، اللي تصوب عنا يعني مستحيل نعيفه أو يتحاصر، ما نخلي حدا إنه يضل متحاصر أو حدا يقرب لعنده مهما كلف الأمر. يعني أنا صارت ضل عندنا بس هالثلاث مناطق بدير الزور، الباغوز وهجين والبحرة. طبعا كانت تمشي معنا، صرنا قوة كبيرة، قوات رقة، قوات حسكة، وصار معنا من قوات شدادي، قوات شوي من شباب دير الزور زاد سووا طوابير وانضموا لهالحركة هاي، شافوها حركة انه لا ظلم فيها. صرنا من ثلاث اتجاهات. الاتجاه اللي من عنا كان لازم ناخذه بأقرب وقت تا نقطع الصلة عن هجين والباغوز. مشينا الصادرية، طلبوا الصادرية، القيادة تبعنا قال جاهزين للصادرية، قلنا له احنا جاهزين. قال شو بدك تفوت جروبين، انت تستلم وتضبط الوضع، انت اقدم واحد بيناتهم ضبط الوضع. جروبين، قلت هبول انا جروبين ما اقدر افوت، ما بدي تصير حركة، انا بدي 2 شباب وانا الثالث تا نعرف كيف نفوت لعندهم واحنا نقطع لكم الطريق. نقطع بين هجين والباغوز، نقطع طريق داعش خالص. في شباب 2 شباب من يروح معي، كل الشباب رفعت ايدها، انا اروح معك، انا اروح ارشوا، انا اعرف انت مين، انا اروح معك. في 2 من الشباب رفعوا ايده، قلت خلاص انتوا شباب 2 تروحون معي. اخذت 23 نقطة، المطلوب مني 29. اخذت 23 نقطة، انه 29 نقطة ينقطع الطريق بين هجين والباغوز، نقطع الطريق عن داعش خالص. اخذت 23 نقطة. جروب صادرية، واحد من الشباب اللي عندي يبعثوا يروح يجيبوا جروبات رفاق ورفيقات يثبتهم بالمكانات اللي احنا مسكناها. طبعا بالحكي هذا احنا فايتين مثل التسلل لعندهم، انه بس نحط رفاق بالنقاط هاي تنقطع الطريق عنهم. شفنا انه ما في حركة من داعش، هدوء خالص. الرفاق كانوا يمشوا على حدي، ما حس الا شيء فجر بينا. اثناء الانفجار انا طرت بالجو، ما اعرف يمكن 3-4 امتار ما بعرف، وقعت على الارض. اقول لهم شباب انا احس راسي انا صاوب الدحش، شوفوا عينكم انا ما عافوني. لسه ما فجر، الانفجار صار بينا هو حشوة قاذف، هو صار لغم ما اعرف. من بعدها تحاصرنا احنا بنفس المكان، صار علينا ضرب ما كان في شيء. وقت صار انفجار فينا صار الضرب علينا. الرفاق اللي معي ما عافوني، واحد اسمه دلو والشهيد سيف الله يرحمه، ما عافوني. أنا تصاوبت الإصابة الخطيرة، أما الرفاق اللي معي ما تصاوب، واحد منهم شظية صغيرة يعني، أبد ما عافوني.
ومن إن وصلت تكملة للرفاق اللي عم يستنوني إني أرجع بخير وسلامة، وصلوا تكملة أنا تصاوبت هون ما عاد أحد يستوعب الموضوع، يعني الكل صار بده يفوت. حتى رفيقات شباب يعني كان مطلوب منا 29 نقطة، أخذنا 23، يعني خدوها ما في بنص ساعة. من قال رشوا تصاوب، لأنه رشوا ما عاف ولا مصاب، ما عاف إنه عاف مصابين وراه أو عاف شهيد. يعني معقول هلا هسه نعيفوا اليوم نسحبوا ونسعفوا وناخذ المناطق كلياتها هال 29 نقطة. بالحكي هذا أنا سعفوني، شالون الرفاق هذول ما قصروا طبعا. النقاط اللي كانت وراي ثبتنا فيها الرفاق جابوني لعنده، حطوني فيها لبين ما اجت الرفاق كلها وسعفوني. تميت هون بالمشفى ما بعرف كم شهر فاقد الوعي، انا فاقد الذاكره. اقول لهم اهلي انتم لا تزعلوا، انا تصوبت بشرف، يعني تصوبت انه يعني الله كاتب لي هيك وحررت شعبنا من هالمرض هذا. الحمد لله بعد عدة أشهر تحسن وضعي، والرفاق ما قصروا، أخذوني على الشام. إصابتي كانت خطيرة، يعني الضربة بالرأس تصوبت هون، يعني هاي عيني راح، هاي بلور وهاي سيليكون، ويعني جهاز مركب هون، يعني هاي كلها راحت من هون. وفي شظايا بجسمي، بحوضي هون، بإجري. هلا الحمد لله وضعي تمام. يعني بعد ما شفت الرفاق انه قالوا يعني احنا مستعدين ناخذك على اي مستشفى بدك بالعالم، احنا جاهزين. وين بدك؟ قلت انا بدي اروح على مشافي الشام. وفورا اخذوني. فقدت عضوين عندي، عضو العين والسمع. الرفاق وقت اخذوني على الشام، طبعا انا طلبي على الشام، اخذوني على الشام. قال مثل ما بدك وين ما بدك ناخذك احنا، انت ما قصرت واحنا كمان ما راح نقصر معك. بالفعل هاي روح رفاقيه. ركبوا لي عين هاي بلور، وحطوا لي هاي سيليكون، وركبوا لي جهاز سمع داخلي. ما قصروا الرفاق. تميت بعد الإصابة 1.5 سنة قاعد بالبيت. بعد السنة ونص قلت أنا ما يصير أضل قاعد بالبيت ورفقاتي لسه على الجبهات، ولسه أنا عايف رفقاتي. هذا الشيء ما يصير، واحد يقعد بالبيت. يعني المطلوب مني أنا لازم أوقف مع رفقاتي. خلاص مشيت بهالحركة هاي وأعرف حالي على حق، بدي أكمل مع رفقاتي. يعني حتى أنا مصاب كنت أطلع مع رفقاتي. إصابتي شرف لإلي، شرف لإلي إصابتي. أنا طالع مع أنصر الحق. مو يقولي يذوب الثلج ويبان المرج، هاي يذاب الثلج ويبان المرج، والله ينصر الحق، وهاي الله نصرنا الحمد لله. وبما انه احنا مشينا بالحركه هاي وهي على حق، اتمنى من الرفاق اللي واقفين على الجبهات الرفاق اللي واقفين بدوامهم يثبتوا على هذا الشيء. وخلص خليه يعني خليها براسك انه انت ماشي على شيء صح. وعدا شيء كمان، احنا هون هلا بيت الجرحى، بيت الغازية، بالفدراسيون رفاق مصابين، احنا نخدم بعض. هلا مثل رفيقي اصابته اقوى من اصابتي انا، فيني اوقفه، فيني امشيه. يعني كمان هون روح الرفاقيه، ما نوقف عن عملنا نحن. يعني اليوم انا بدار جرحى خلاص انا مصاب اقعد؟ لا، ما اقعد. انا مستعد. خلاص من مشيت بهالحركه هاي خلاص، يعني روح الرفاقيه من فتت بهالمكان هذا خلاص صارت روح الرفاقيه. خلاص رفيق اصابته اصابه عظيمه اكبر من اصابتي، انا فيني اساعده، هو يفيدني، يعطيني فكر انا اقدر اساعده بغير شغله. يعني ناس تساعد ناس، ان كان رفيق ولا رفيقه. والله اتمنى فك اسر القائد، واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمه للشهداء، وان شاء الله النصر قريب.